السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله رح نعمل التلبينة النبوية. طريقة إن شاء الله رح تكون سهلة وبسيطة. حبيت أعملكم إياها كتير مفيدة، ويعني بدنا نبعد شوي عن الأشياء اللي فيها مواد حافظة والأشياء اللي زي هيك، فكويسة إلنا ولأولادنا، وبالشتاء كمان بتدفي وبتهدي الأعصاب، وفيها أشياء كتير كتير مفيدة. إن شاء الله راح تعجبكم. بدنا نبلش بالطريقة زي ما انتم شايفين. هاي التلبينة بعد ما عملتها على النار راح أحكي لكم طريقتها إن شاء الله بآخر الفيديو، بس خلينا نعمل طريقة نفس بودرة التلبينة. التلبينة مصنوعة من الشعير. بدنا نجيب كيلو أو 2 كيلو شعير زي ما بتحبي، نص كيلو الموجود عندك أو اللي بتحبي إنك تشتريه. جبته ونقيته، إذا في حصى في أي أوساخ نقيته منيح وغسلته مرة ومرتين وثلاث، وصفيته بمصفاي. بعدين حطيته على قطعة قماش تكون بتمص المي. حطيته شوي بالشمس قد تقريبا 3-4 ساعات. بعدين فوتته في البيت عشان ما يجي عليه أي إشي. خليته بحدود 3-4 أيام لحديت ما ينشف معي منيح منيح. ما بنفع أخلطه وهو في مي، لازم ينشف. جبت الخلاط اللي عندي تبع البهارات وطحنته زي ما انتم شايفين. هاي أول ما طحنته كان خشن زي هيك، بعدين طحنته صار زي الطحين. بدي أخليه زي الطحين، بس أنا بدي أدير بالي على الخلاط اللي أنا بعمل فيه. بحطه على المجلة وكل تقريبا 10 دقايق برجع بطحنه شوي وبوقفه. ما بخليه يسخن عشان ما يخرب معي الخلاط. وإن شاء الله نعمل طحين الشعير مزبوط زي ما انتم شايفين، ناعم ناعم. ما بدنا إياه يكون فيه أي نوع من القشر تبع الشعير. التلبينة طريقتها: جبت نص لتر من الحليب، يعني كوبين من الحليب، عليهم 3 معالق من نفس طحين التلبينة، وحطيتهم على النار وضليتني أحرك فيهم لحديت ما جمدوا وسكبتهم بصحون. ممكن إذا ما عندك حليب سائل تحطي كاستين من المي مع 4 معالق من الحليب الناشف مع 3 معالق من بودرة التلبينة، وبنضلنا نحرك فيهم لحديت ما يجمدوا. إذا ما عندك عسل حبيت تحطي سكر فيها، حطي لك معلقتين ما تكتري. عندك عسل بكون أفضل. مكسرات الموجود عندك حبيبتي بتحطي، مش موجود عندك ما في أي ضرورة. هيك خلصنا إن شاء الله. الطريقة بتعجبكم وبتكون سهلة عليكم، ويعطيكم ألف عافية.